النهارده برايتون بيعمل مباراة كبيرة جدا وبيكسب مانشستر يونايتد 3-1 بعد مباراة أكثر من رائعة. معروف إن دي زيربي مدرب برايتون مدرب كبير قوي، وتين هاج مدرب مشروع. معرفش أنهي مشروع، أنا عارف المشروع بتاع اسكندرية لكن معرفش إيه مدرب المشروع اللي بيتكلموا عليه اللي هو إيريك تين هاج، وجاي يفرض انضباط وشخصية في مانشستر. أنا عن نفسي ما شفتش غير أزمات كبيرة بيعملها إيريك تين هاج مع اللاعبين وفرض انضباط، وكلها إيه حجج من اجل ان انا داري على الكوارث اللي بتحصل في الملعب. جميل ان ايريك تين هاج الموسم اللي فات صعد بمانشستر يونايتد لدوري ابطال اوروبا بعد فتره غياب، ودي حاجه حلوه وتحسب له. الراجل صرف بلغه السوق من ساعه ما جه لحد دلوقتي 433 مليون يورو، وده رقم كبير جدا. كاسيميرو، إريكسن، مارتينيز، مالاسيا ده الموسم الماضي. السنه دي جاب ماونت وجاب اونانا وجاب هويلاند. تبص على موقع او ترتيب مانشستر في الدوري فين يا ابني؟ مش شايف؟ قدامك هو في المركز ال 13 من 5 مباريات، جايب 6 بونت فقط لا غير. دايما يطلع بقى انتقادات، ينتقد اللعيبه، ده ما بيتدربش، ده ما بيعملش، ودايما بيدخلك في ازمات مع اللعيبه عشان تقول ربنا يكون في عون الراجل ده، الراجل ده بيعافر. لكن في الحقيقه في الملعب كوارث فنيه بتبان لاي حد بيفهم كوره في الملعب من مانشستر يونايتد. انت جبت كل اللعيبه اللي هتخدم التكتيك بتاعك لان انت اللي طالب الصفقات دي، ففين بقى الاداء في الملعب؟ الله اعلم. تفتكروا ان رونالدو برضه هو السبب في الازمات اللي بتحصل في مانشستر دلوقتي؟ زي ما احنا شايفين من بدايه الدوري كسب وولفرهامبتون 1-0 بالعافيه، اتغلب من توتنهام، وكسب نوتنجهام بالعافيه، واتغلب من ارسنال، واتغلب من برايتون. المباراه الجايه مع بايرن في اوروبا. مانشستر فريق كبير، فريق عريق، يستحق الافضل بكتير جدا من الوضع اللي هو فيه حاليا في الدوري الانجليزي. رونالدو لما اتكلم وانتقد من اداره مانشستر يونايتد كان عنده حق، لان كان قبليه لوكاكو، وقبليه ابراهيموفيتش، وقبليه دي ماريا، وقبليه ناس كتيره جدا انتقد اداره مانشستر. ولكن تين هاج خد الموضوع انتصار على رونالدو، ان انا فرضت انضباط وفرضت شخصيه. لكن اعمل انضباط في الملعب واعمل انضباط تكتيكي في الملعب افيد من انت تقعد كل شويه تعمل في مشاكل وازمات مع اللعيبه وانت عندك مشاكل اصلا كبيره.